في مشكلة كبيرة بتمس ناس كتير، وهي مشكلة التعدي على أملاك الدولة. النهاردة ممكن نقول المشكلة دي خلاص اتحلت، لأن في قانون جديد صدر بيمس الموضوع ده وبيحل قضية أملاك الدولة ووضع اليد. هو القانون رقم 168 لسنة 2025، والقانون ده تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/8/2025، والعمل به هيبدأ خلال 30 يوم من صدوره. تعالوا نفهم مع بعض أهم ما في القانون. الفكرة الأساسية للقانون إن الدولة قالت مفيش تعديات تتساب، يا تقنين وضع يد بشروط واضحة يا إما الإخلاء أو الإزالة. القانون الجديد كمان لغى القانون القديم رقم 144 لسنة 2017. أهم النقاط الرئيسية في القانون 4. أولها التقنين، وده له 3 حالات: إما تتملك أو تأجر أو تأجر بشكل ينتهي بيك للتمليك. بس أهم شرط إنك تتقدم بطلب خلال 6 شهور من صدور اللائحة التنفيذية، واللائحة التنفيذية دي هتصدر بحد أقصى 30 يوم من صدور القانون، وهتقدم طلب عليه رسم فحص بيوصل ل 10000 جنيه كحد أقصى أيا كانت المساحة. تاني نقطة مهمة بالقانون وهي الالتزامات. الأرض لازم تستخدم في الغرض اللي اتخصصت له، وممنوع تتصرف فيها قبل سداد كامل الثمن، وأي عقد يخالف الشروط يعتبر باطل ومفسوق تلقائي. ثالث نقطة الجزاءات. اللي يخالف هيقع عليه غرامة من 250,000 لمليون جنيه، ورد الأرض أو إزالة المباني على نفقته الخاصة، وفي حالة العود أو التكرار الغرامة هتتضاعف. رابع نقطة المكاسب اللي الدولة هتحققها. حصيلة التصرف هتروح للخزانة العامة مع تخصيص نسبة للمحافظات والجهة الإدارية، وده معناه مشروعات جديدة وخدمات جديدة. الرسالة اللي عاوز أوجهها لحضراتكم: القانون الجديد فرصة أخيرة لتقنين وضع اليد، يا إما تقنن بشروط واضحة يا إما يكون في إزالة وغرامة. فلو عندك أرض أو عقار على أرض الدولة لازم تتحرك بسرعة، لأن القانون واضح وصارم. وفي النهاية لو مهتم بالقانون تابعني.